السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم أمي وارحم أبويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الأعلى. ما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على النبي. هنا بقى أنا كنت عايزة أعمل لكم فيديو حلو قوي، بس أنا وصلت عند طب تعالوا نشوف الأول الفيديو وبعد كده أقولكم. اليوم دوت أنا كنت عايزة أكل بط ومحشي، طلعت نص بطة من الفريزر. تعالوا بقى أقولكم أنا بعمل إيه. أنا بحط أول حاجة كده زبدة على سمنة، لأن أنا يوميها ما كانش عندي سمنة، بحط زبدة على زيت عشان أسبك للمحشي. المحشي يا جماعة البصل في المحشي بيبقى حلو قوي، يعني كتري المحشي على البصل في المحشي على قد ما تقدر. أنا هنا حطيت 4 بصلات عملتهم حلوين كده، قطعتهم صغير كده على قد ما قدرت، وقمت حاطه ايه في الناحية التانية حطيت معلقتين زبدة، وقمت حاطه فصين توم، عشان انتوا عارفين ان انا بحب اشوح الفراخ او البط في فص التوم دوت بالزبدة، بتودي طعمهم في حتة تانية. لكن اللحمة مش بعمل فيها ايه الطريقة دي. انا بقى كنت متبلة النص بطة ده من بالليل، بصلة وشوية ملح. ده البصل بتاع المحشي قطعته صغير. هنا بقى حطيت بصلة بملح وفلفل وتبلت الفراخ في البط. النص بطة في ناس بتحط كمون، انا من النوع يا جماعة اللي والدتي الله يرحمها ما كانتش بتحط كمون في الزفر خالص، فانا ما بحبش الطريقة دي، ما اتعودتش خالص على الطريقة دي، فمش بحب الكمون في البط. يعني في ناس بتحبها، هي الاكل اذواق. ماشي. هنا بقى ايه علقت كده على البط بتاعي، وكنت مروقه الشقه مخلياها زي الفل، وكنت فرشه السجاده الجديده بتاعتي. السجاده دي ما بفرشهاش الا في المناسبات، بس بما ان محمد بوظ الحافظه كب عليها حاجات، قلت هوديها المغسله. قبل ما بوديها المغسله انا عندي حافظه تانية غسلاها، قلت والله ما انا فرشاها غير لما محمود يجي، ما انا مش كل شويه بقى هطلعها اغسلها واعينها تاني. ليه بقى؟ السجاد بيستحمل، الحافظات من كتر الغسيل بترهرط وبتتبهدل. انا بحس كده مش عارفه ليه، فانا قلت لا الحافظه هخليها جديده، هي والسجاده الحمراء دي هعينهم لمحمود. لكن السجاده التانية والسجاده البني، السجاده البني والحافظه التانية نهلك فيهم زي ما هم عايزين. تمام كده. هنا بقى حصل ايه؟ هنا بقى يا حبايب قلبي كنت قايمه عشان اشوف اعمل بقى عند الحوض، اصور المواعين وبغسل المواعين. كنت عايزه اعمل لكم روتين كامل في المطبخ. التليفون بتاعي وقع في الميه، ماشي. فالحمد لله انا يعني بعرف اتصرف، لحقته ومش عارف ايه، ومسحته بسرعه ولحقته وقفلته وسبته شويه. المهم يا حبايب قلبي اشتغل تاني والحمد لله. بس انا زي ما تقولوا يعني مش عارفه، يعني ما قدرتش بقى اصور تاني. بس كان فيديو جميل، كان نفسي اصور لكم المحشي والتكات اللي انا بعملها في المحشي ده، والله العظيم بيبقى حلو جدا. والبط والله العظيم كان جميل. متعوضة في مرة تانية اعمل لكم فيديو حلو. الفيديو ده اي كلام كده، ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتكون احسن من ده. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي معايا في القناة، وسيبيلي دعوة حلوة من قلبي.